صباح الخير. أحدثكم في هذا الصباح من متحف العظيم كلود مونيه. كلود مونيه أبو الحداثة وأبو اللون وسيد كل شيء. كلود مونيه الفنان العظيم الذي أسس هذا المتحف في حديقة المخصصة لمتحف اللوفر. في هذه المساحة البسيطة بجوار متحف اللوفر يوجد أكثر من 10 متاحف. كل متحف يعني يذهب إليه يوميا حوالي عشرات الآلاف من المثقفين والمبدعين حول العالم. أعذروني أيضا لفت نظري السيد الصديق الفنان محمود عبدين، هذا الجنرال الرائع، أني أحيانا أتحدث باللغة العربية والمفروض أن أنا أتكلم ببساطة أكتر من كده. في الحقيقة أنا عارف أن أنا بعمل أخطاء وأنا بتكلم باللغة العربية الفصحى يا سيدي الصديق الغالي، أعلم ذلك جيدا، لكن في رحاب الفن الراقي صعب جدا أن نستخدم أو لم نبحث عن نطور لغتنا حتى لو كان هناك أخطاء، لكن على الأقل نحاول أن نتحدث بطريقة تليق بحجم الفن والإبداع. أنا مثلا في طرقة رائعة جدا بسجل لكم منها الفيديو الأول، لوحات من الدهشة والغرائبية والإعجاز سوف تدهشكم جميعا عن ماتيس الجزء الأول وعلاقته بالآخرين. موديلياني، بيكاسو، ماتيس، كل أبناء عصره، أبناء مقهى مونبارناس، الجيل الأول لمدرسة باريس العظمى. مدرسة باريس التي ضمت العديد من الأسماء الكبيرة كانوا يلتقون على مقاهي المونبارناس. ومقاهي المونبارناس حدثتكم عنها كثيرا أيضا. هذه المقاهي التي خلقت أو أسست فيها حلقات الفن والإبداع كاملا. مقاهي الحرية والإبداع، الدمجو، وأسماء كثيرة جدا من المقاهي يعني عمرها لا يتجاوز 100 سنة، لكنها أسست لتاريخ فرنسي عظيم. يعني لما تروح شارع المونبارناس فتلاقي مقهى فيقول لك دي مقهى جان بول سارتر، لمجرد أن جان بول سارتر جلس بعد اللحظات أو بعد الأيام أو بعد الأسابيع أسست المقهى كرسي ومكتب وسمي مقهى بول سارتر. مقهى مدرسة باريس الذي كان يجتمع فيه موديلياني وبيكاسو ومدرسة باريس الأولى كل رواد وفرنان ليجيه وجورج براك، كل الأسماء العظيمة. الآن نحن في رحاب أحد أبناء أو المؤسسين لمدرسة باريس العظمى، الملك ماتيس، وتأثيره بلوحات الآخرين. هذه اللوحة التي نبدأ بها بيكاسو. الربط بين عالم ماتيس وبيكاسو. هنا كان في مدرسة باريس الاتجاه إلى الفنون الفطرية والفنون الأفريقية ودمجها في مزاج خاص بالفنون الفرنسية، تعطير الفنون الفرنسية بأطر جديدة من الثقافات الأخرى الجديدة ودمج الثقافات الفرنسية في الثقافات الأخرى. بيكاسو المتألق هو أول من أسس أو لفت النظر أو قال أو حدث الجميع عن أهمية الفن الأفريقي. سابقا كان فان جوغ وجوجان قدموا حلول لمدرسة الفن الآسيوي أو الفن الياباني تحديدا، لكن بيكاسو هو الذي قدم حلولا للفنون الأفريقية. بيكاسو ابن عصر ماتيس وموديلياني ابن عصر ماتيس، أصدقاء مقاهي المونبارناس. ومقاهي المونبارناس لمن لا يعرفها هي في حي باريس 14. أنا بحاول أقف لكم قدام اللوحات اللي مش قدامها حد حتى نستمتع
بها. موديلياني. موديلياني الذي طور الفنون الرومانية والفنون القديمة وقدمها في شكل حديث. هذا الصعلوك القادم من إيطاليا، فقير غلبان، لكنه ترك إلى العالم آثارا كبرى. موديلياني سيد الحداثة وملك المشاعر والأحاسيس. مودي أو موديلياني كما يسموه أصدقائه في المقهى. على فكرة أيضا أنا أستعد لكتابة رواية عن مقهى باريس وكيف التقى هؤلاء الفنانين العظماء في زمن واحد، في وقت واحد، على فنجان قهوة واحدة معطر برائحة برد باريس. ومن موديلياني ننتقل إلى السيد مرة أخرى، إلى السيد الرائع بيكاسو. شوفوا بيكاسو العظيم. سأعيد تصوير هذه الأعمال فوتوغرافيا وأنشرها لكم فوتوغرافيا أيضا. شوف العالم كله، يابان وصين وهند، كل العالم يلتقون في صحن الفن في صباح هذا اليوم في حضن وحنان الملك ماتيس بيكاسو. بيكاسو الرائع. وسيادة اللواء محمود عبدين أو أخويا الحبيب الجنرال، كتابي عن بيكاسو جاهز للنشر. بيكاسو والآخرين أيضا. شوفوا العمل بيكاسو، بيكاسو الرائع. ده كله احنا لسه ما دخلناش على ماتيس. اندري دوران. تاني بابلو بيكاسو. كل هؤلاء يا باتسوسي مدام افيك بليزير، كل هؤلاء أصدقاء مقاهي باريس. بابلو بيكاسو مرة أخرى. أندري دوران، طبيعة صامتة. فترة التمرد وفترات الثورة التشكيلية والتحديث وتقديم مدارس ما بعد الحداثة، بدايات لما بعد الحداثة أو القفز إلى الحداثة التي مكنت الآخرين من تقديم مدارس ما بعد الحداثة. هنا ننتقل من أصدقاء ماتيس إلى السيد ماتيس. وماتيس هو ملك السهولة والصعوبة في ذات الوقت. هو ملك التبسيط وملك التعقيد بعد انتهاء العازفة من العزف. قد يبدو ماتيس سهلا، لكنه محرجا جدا لمن يحاول التطاول أو الوصول إلى سهولة وليونة وجماليات ألوان ماتيس. عازفة البحر الأبيض المتوسط في حالة من البساطة. ثم أيضا كان من أصدقاء مقهى باريس هذا الفنان العظيم، الفنان الفطري هيرني روسو. والغريب أن هيرني روسو بيكاسو كان يشتري منه أعمال، وماتيس أيضا، وكان يراهن عليه أنه بيقدم حلول الحداثة لأنه لم يدرس الفنون، وبالتالي يقدم حلول خارج الأطر المدرسية وخارج الصندوق وخارج ما تعلمه، فربما يكون هو رائد للرؤية الطلائعية الجديدة بفطرته ونقائيته والبحث بالسجية عن طريقة جديدة للتصوير.
أما الملك، ملك مقاهي باريس والسيد والأستاذ والمعلم وكل شيء، له الفضل في تقديم الآخرين، العظيم الرائع سيزان ملك الحلول، والذي قدم حلولا كثيرة للتكعيبيين والتجريديين والسرياليين وكل المدارس التي أتت من بعد سيزان. كان لهذا الرائد العظيم الفضل عليها. سيزان العظيم لديه مشكلة في المطبوعات العربية، أنها لا تستطيع أن ترصد أو تقدم الدرجات اللونية، مهما كان الكواليتي بتاع الطباعة، لا تقدم درجات النور والشفافية في أعمال سيزان. سيزان لابد أن يشاهد على الطبيعة، هو الفنان الوحيد الذي أجزم أن مشاهدته في الطبيعة تختلف تماما عن مشاهدته خارج الطبيعة أو في الكتيبات أو في المجلدات، لأن لا تستطيع أي إصدارات أن تصل إلى درجة النور الذي يخرج من قلب سيزان إلى قلب العمل. أوقفت قلبي يا سيزان بما يصدر منك من نور وطاقة وإبداع وجمال. هيرني ماتيس من بعد سيزان. هيرني ماتيس رقاصة من المغرب العربي أو راقصة من المغرب العربي. هيرني ماتيس فتاة جزائرية. الفنانة الفرنسية ماريلين. كل هؤلاء سيدات وفنانين ورجال أبناء تلك المدرسة، مدارس مقاهي باريس. ننتقل إلى حديث آخر، وسأحدثكم غدا أو بعد غدا في زيارة جديدة لمعرض ماتيس ومشاهدة جزء آخر، لأن المعرض كبير جدا، أو سوف أنقله لكم عبر الصور الفوتوغرافية مع المقالات. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.